تعرف يا حبيب قلبي ليه كلب الهاسكي السيبيري اتصنف كواحد من افضل انواع الكلاب اللي ممكن تربيها فيهم او حتى تتعامل معاها؟ بس طبعا في البدايه كده خليني اقول لك الاول يا غالي ان اكتر حاجه بتميز الكلب الجميل ده هي عيونه الزرقاء وشعره الابيض التلج اللامع اللي انت شايفه ده، سبحان الله. وده بقى بالتحديد اللي هيخليك ما تبقاش عارف ومحتار كمان هو كلب شرس وممكن يهاجمك ولا كلب اليف وعادي انك تقرب منه مفيش اي مشكله. ومن بين معظم انواع الكلاب الشرسه والاليفه اللي انت تعرفها يا غالي او حتى بتسمع عنها زي حالاتي كده، هتلاقي ان كلب الهاسكي بيتربى على عرش الكلاب الاكثر اهتماما في العالم بالنسبه لرجال الاعمال وكمان المشاهير في كل مكان بسبب شكله الجميل ده، سبحان الله. واللي يصدمك بقى انه بيتحمل اقل درجات الحراره واللي ممكن توصل لحوالي 50 درجه مئويه تحت الصفر، يعني تقدر تقول كده يا غالي ممكن يعيش في التلج عادي، انت متخيل؟ وفي النهايه خليني اقول لك ان الكلب ده ذكي جدا لدرجه كمان يا غالي انك ممكن تسيبه لوحده مع اطفالك في البيت من غير ما يكون في اي خوف او حتى خطر عليهم، وفعلا زي ما بقول لك كده مش هشتغلك يعني. ودلوقتي بقى هستناك تقول لي رايك بمنتهى الصراحه، تقدر في يوم انك تربي كلب جميل زي ده ولا انت من الناس اللي بتخاف من الكلاب بس طبعا يا غالي من غير كده؟